ليه نمشي في الجامعه الساعه 8 الصبح تك 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 ليه يعني؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هيكون عن نصايح للجامعه، بما ان الجامعه رجعت الدراسه خلاص بدات، في ناس بدات دراسه اوريدي او بدات دروس او كورسات. فخليني اقول لكم على اهم نصايح طلعت بيها من 4 سنين الجامعه، وانا تقريبا متخرجه بقالي 2.5 او 3، وعايزه اقول لكم عندي كميه نصايح لدرجه ان انا صورت الفيديو ده قبل كده وكان تقريبا نص ساعه او اكتر، فانا قلت لا، ايه نص ساعه دي؟ انا هعيد تصوير الفيديو من الاول، اخليه على جزئين، على الاقل الجزء الواحد ماكسيمم يبقى 10 دقايق مش اكتر من كده. خلينا نبدا على طول واقول لكم على اول نصيحه. طبعا انا يعني ما اقدرش اعيش من غير النوت بوك بتاعتي، جبت النوت بوك بتاعتي عشان كاتبه لكم فيها كل النصايح المهمه. بصوا بقى، اول حاجه او اول نصيحه مهمه جدا، خلينا بس نلبس الاكسسوارز بتاعتنا. اول نصيحه هي ان ما تثقيش في حد ابدا ابدا، مهما كان ومهما قالك قالت لك انا بحبك جدا او احنا صحاب وي وكل الكلام ده طبعا فاكس. ما تثقيش في حد، اهم حاجه تثقي مثلا في نفسك وخلصنا، اكتر من كده لا. اختك معاكي مثلا في الجامعه اوكي، قرايبك في الجامعه ما تثقيش فيهم سواء بنات او ولاد، نو لان قريبتك في الجامعه هي معاها صحاب، فانتي ما تعرفيش حد من صحابها وزها على حاجه او اقنعها بحاجه. خلينا نقول انتي ما تضمنيش اي حاجه، اوكي؟ فالافضل ايه بقى؟ ان احنا ما نثقش في حد. مش عارفه الاضاءه مالها بيا النهارده. تاني نصيحه حلوه دي، اتعرفي على كل الناس بس ما تخليش كل الناس يكونوا صحابك. بمعنى ان انتوا الدفعه هتبقى كبيره جدا، انا دفعتي كانت 2000 وشويه تقريبا او 2000، كنت ما بعرفش اي حد بتعرف عليه بيبقى خلاص دي صاحبتي، ولذلك يعني اتخزوقت مش مره، مليون مره في الجامعه، وخدت دروس بعمري كله. فبلاش اتعرفي على الناس كلها وخليكي يعني ايه، مش هقولك خليكي صاحبة الناس كلها، بس خلي الناس كلها عارفاكي دي رانيا اوكي كده، اتعاملي معاهم كده باي 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 وخلاص. بس مش اي حد تديله رقمك يبقوا صحابك، مش اي حد تخرجي معاها، مش اي واحدة تقعدي معاها في الجامعة، مش اي واحدة تقفي معاها حتى في الجامعة، اوكي؟ تالت حاجة عايزة اقولك ان محيط الجامعة غير محيط المدرسة والدروس، ثانوية عامة، كل الكلام ده جامعة مختلفة عنه تماما. على الأقل في المدرسة والدروس كان المحيط اللي حواليكي هي ناس شبهك شوية، ولو مش شبهك قوي بس هتكون يعني من بلدك، من المحيط بتاعك. انتي هتروحي الجامعة هتلاقي ناس من محافظات تانية، من بلاد تانية، من بيئات مختلفة تماما، فهيكونوا كل الناس غريبين عنك، انتي لسه بتتعرفي على الناس. فما تخافيش تحطي حدودك. لو انتي مثلا واحدة مش بتسلم بالايد، من اول قولي لا يا جماعه سوري انا ما بسلمش بالايد، سوري انا ما بهزرش حد، ما بحبش حد يهزر معايا ويضربني وهو بيهزر، ما بحبش واحده تشتمني واحنا بنهزر كبنات بينا وبين بعض يعني. فخليكي حطي حدودك وما تكسفيش تقولي لا، وما تخافيش ان انت لو قلتي لا مثلا انا كده مش هبقى بعمل صحاب والكلام ده، لا. خلي بالك احنا في دفعتي او انا في خلال 4 سنين الجامعه كنت بلاحظ ان البنت اللي بتقول لا واللي ليها رأي وليها حدود وكده، الناس كلها كانت بتبقى عايزة تبقى معاها، لان البنت دي مش اي حد كده وخلاص، لا هي عارفة هي عايزة ايه، هي عارفة هي بترفض ايه، هي عارفة هي ما بتقبلش ايه على نفسها. خليكي البنت دي، البنت اللي الكل يتمنى يقف معاها، البنت اللي الكل يتمنى ان هو يسلم عليها او يتكلم معاها او حتى يبقى معاها رقمها. تقريبا رابع نصيحة، هي مش نصيحة قوي بس اتعلمي من الجامعة، ما تدخليش تتعلمي المواد الدراسية وخلاص، لان خلي بالك في الجامعة هي اول دروس، او يمكن مش اول دروس بس اهم دروس هتاخديها في حياتك في الجامعة. ما يبقاش الموقف حصل قدامك وانتي حصل منك حاجة وتطنشيه وخلاص وتمشي، لا، افهمي الموقف، حلليه، لما تروحي كده فكري ايه انا ليه عملت كده، طب هي فلانة دي عملت لي كده. اتعلمي من الدروس في الجامعة عشان ما تقعيش في نفس الغلط 100,000 مرة. بصوا يا جماعة، خامس نصيحة دي بصراحة
هي بالنسبه لي انا كانت مهمه، لان انا المحيط بتاعي احنا صعيد يعني، كانت مهمه النصيحه دي بالنسبه لي. مش عارفه هي ممكن تفيدكم او لا، بس لو انتوا مش يعني الموضوع ده مش بيأثر عليكم قوي، اعملوا له سكيب عادي. 5 نصيحه: ما تتصوريش على تليفون حد. مش هكتر فيها، بس انتي ما تتصوريش على تليفون حد، حتى ولو كانت صاحبتك القريبه قوي. لو صاحبتك قريبه قوي يعني وقعدتوا مع بعض سنين وبتثقي فيها، اوكي يعني ممكن امرق كده صوره صورتين، بس ما تخليش ان العادي ان نتصور على تليفونات بعض، لان انتي هتعرفي على ناس كتير، هتقفي مع ناس كتير، هتعملي حاجات اكتيفيتي مع ناس كتير. انتي ممكن اللي تتصوري معاها دلوقتي بكره ما تبقاش صاحبتك، فما تثقيش في حد. يعني هي انتي بتلفي وترجعي في نقطه ان انتي ما تثقيش في حد. بلاش تصوري على تليفون حد من الاول للاخر كده. 6 نصيحه انا هقرا لكم زي ما كاتباها كده: اول ناس هتتعرفي عليهم مش هم شله كبو ولا هم هيبقوا صحاب العمر. ليه يا رانيا؟ لان انت غالبا اول صحاب بتتصاحبي عليهم او بتتعرفي عليهم بتبقوا قاعدين مثلا في الجامعه، اوكي مثلا قاعده في المحاضره، جت بنت قعدت جنبك، ايه ده هو ده الدكتور مين، طب هي المحاضره دي ساعه كام كده، وكلمه من هنا على كلمه من هنا وبتبقوا صحاب. 90% ان البنت او الشله اللي انت هتقعدي جنبهم دول مش شباب ومش صحابك، مش هترتاحي معاهم. انا بقول غالبا لان مش اكيد مش كل الناس مش هترتاحي معاهم، بس البنات اللي انا اتعرفت عليهم ما كانوش هم صحاب العمر. بالعكس انا صحاب العمر دلوقتي بالنسبه لي اتعرفت عليهم في ثالثه جامعه، اوكي في منهم اتعرفت عليه في سنه اولى بس كنت اعرفهم من ثانويه عامه. فانتي خلي بالك، هفضل اقول لك خلي بالك لحد من سنه اولى لسنه رابعه. شوفي من سنه اولى لسنه رابعه هفضل كل مره اقول لك خلي بالك. 6 نصيحه هقولها لك ومش هقعد فيها كتير، يعني هقولها لك كده خطف. ما تستعجليش الحب في الجامعه، لان غالبا مش هو ده الحب اللي انتي بتكملي معاه. بس مش هقول لك اكتر. واعتقد ان ناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده، فانتي لو بتتفرجي على نصايح للجامعه على تيك توك او على انستجرام او على اي حته هتلاقي 100 حد اتكلم عن الموضوع ده. 7 نصيحه: اختاري لبس الجامعه يكون مريح اكتر من انه يكون شيك، لان خلي بالك هتبهدلي في الجامعه غالبا هتمشي كتير، هتقعدي ساعات كتير قوي. المحاضره الواحده بتبقى 3 ساعات، فانت تخيلي لابسه جينز ضيق وتوب مثلا بسوسته، فانت مش مرتاحه لان هو ضيق وانت كل شويه بتلفي في سوسته. اختاري اكتر لبس مريح، مش بقولك لبس مبهدل، بس لبس مريح ومش لبس رياضي، بس برضو في نفس الوقت يكون مريح بالنسبه لك. اما النصيحه بصراحه بقى من الاخر: ما تروحيش اول يوم جامعه، ما تروحيش، بلاش. نصيحه رقم 9، هم خلاص 10 وهقفل الفيديو صدقوني متقلقوش. نصيحه رقم 9 هقولك ايه: بصي في الجامعه انت بتتعرضي للشمس وتراب وكل العوامل اللي ممكن تدمر لك بشرتك، فانت كده بشرتك بتتدمر من العوامل الخارجيه. ما تكرريش بقى تروحي حاطه عليها ميك اب وتبوظي بشرتك اكتر. اكتفي بالسكين كير واهتمي قوي بالسكين كير، حتى لو هتجيبي غسول ومرطب وسان سكرين يكونوا مناسبين لبشرتك. لو هتكتفي بدول بس ما عنديش مشكله، المهم ان انت يكون السكين كير بالنسبه لك هو الاولويه عن الميك اب. في نفس النقطه دي مش عايزه اقولها نصيحه زياده، بس هي في نفس النصيحه دي: بلاش ماسكارا كل يوم. صدقيني رموشك كلها هتقع. اسمعي من واحده رموشك كلها وقعت في الجامعه، بلاش ماسكارا كل يوم، بلاش. وترجعي من الجامعه تمسحي الماسكارا وتيجي بالليل عندك كورسات فتحطي ماسكارا تاني، يبقى مرتين في اليوم. ده اذا ما كانتش بترجعي لي من الكورسات تعبانه وعايزه تنامي فبتنامي بالماسكارا. ارجوكي بلاش من الاول كده. نصيحه رقم 10: ارجوكي بلاش تلبسي كعب في الجامعه، بلاش. اول حاجه مش ده مكانه، تاني حاجه مش هيكون مريح. احنا لسه قايلين ايه؟ قايله لكم هاتوا لبس اكتر حاجه تكون مريحه في الحياه، هتقعدوا وقت طويل، حتى لو هتجيبي سنيكرز هاتيه يكون مريح بالنسبه لك وما يكونش ضيق عليكي. اختاري المقاس المناسب، فبلاش كعب. ليه نمشي في الجامعه الساعه 8 الصبح تك 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 تك؟ ليه؟ يعني الجامعه مش مكان للكعب ولا مكان الماسكارا والروج الاحمر الساعه 8 الصبح، مش مكان بصراحه بقى. unpopular opinion تقريبا. بلاش
تحطيه يعني خلي بالك ده برضه هيعرضك لمواقف مش حلوه، ممكن تقعي، ممكن حد يتريق عليكي. انا مش مع ان الناس بتتريق، ده عادي، بس ما تحطيش نفسك في مكان الناس تتريق عليك بعدين نيجي نقول بيتنمروا عليا. نو بيبي، نو بيبي، معلش بقى. خلاص كده كفايه 10 نصايح. ان شاء الله ممكن اعمل لكم جزء تاني اصور لكم ال10 نصايح التانيين، لان هما غالبا 20 او حاجه و20. فكفايه كده النهارده عشان الفيديو ما طولش عليكم. تقريبا احنا عدينا ال 11 دقيقه بس. واتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. وعايزه اقول حاجه اخيره، متثقش في حد. هي نصيحه مهمه لدرجه ان انا اقولها لك اول الفيديو واخر الفيديو. متثقش في حد يا بيبي، ابدا ابدا، ولا صاحبه ولا زميلك ولا حتى ابن عمك لو في الجامعه ما تثقيش فيه. فاهمين؟ انت شايفه انت واصله لحد فين؟ السكن بقى لو انت رايحه جامعه محافظه تانية غير المحافظه بتاعتك، فانت اوريدي واخده سكن، اكيد مش هتروحي تيجي. السكن ده فيديو لوحده، اكيد هعمله لكم فيديو لوحده خالص، لان هو موال كبير وموضوع كبير وليه نصايح ومواضيع اكتر. بس فان شاء الله هعمله لكم في فيديو تاني، او ممكن اعمله لكم ريلز انستجرام او حاجه. وبس، باي باي.